الوصفة ديالنا اليوم كما سبق وشرحت لكم البنات هي خاصة بالشفران والحجبان، يعني كتطول الشفران وكتزيد، يعني كتعطي واحد الكثافة الصراحة في الحجبان. بالنسبة لهاد الوصفة هذه البنات انا جربتها ونافعاني بزاف. فشنو غادي نحتاجو؟ نحيد واحد القرنفلة ديرها في فمي. كنحماق على شي حاجه سميتها القرنفل، صحي البنات غزال. المهم، كما قلت لكم، بالنسبه للمقادير بعدا غنهضر لكم عليهم، نعطيهم لكم هما الاولى. غادي شنو غنحتاجو في هذه الوصفه؟ غنحتاجو العلبه ديال الماسكارا تكون خاويه، اي نوع نتوما يعني عندكم، المهم تكون هكذا ديال الماسكارا خاويه. غنحتاجو يا اما زيت الخروع اولا زيت ارغان. انا هنا عندي زيت ارغان مخلطه مع زيت الخروع. نتوما يمكن لكم ديروا حاجه وحده، يا اما زيت ارغان اولا زيت الخروع، بجوج بيهم يقضيو الغرض. وإلا لقيتوهم بزوج كنفضل، راهم واعرين البنات، كيعطيو واحد النتيجه الطوب ديال الطوب. وراكم جربتوا الوصفات ديالي الحمد لله، ولا فيديو اللي كنت حطيت الحمد لله في تيك توك راه على المليون ما شاء الله بفضل الله. يعني الوصفه اللي كتكون ناجحه راها ناجحه، واللي مجربه راها مجربه. فغدا نهضر لكم دابا البنات على نكمل لكم المقادير. بالنسبه لهنا عندنا 3 القرنفلات، حيت انا كنبغي كميه كما قلت لكم اللي كنبغي نبقى ندير منها الحجباني وشفراني في نفس الوقت. 3 ديال القرنفلات و3 العظومه ديال التمر، نواه التمر بالنسبه للدول العربيه. وعندي هنا لوزه ديال الخوخ انا اللي عندي. نتوما تقدروا ديروا يا اما اللوز المر اصلا راه تيكون ديال المشماش اولا ديال اي، يعني مهم تكون لوزه مره ماشي حلوه. انا عندي هذه كما قلت لكم ديال الخوخ خديتها. وعندنا بالنسبه لهذه نواه الزيتون، يعني العظم ديال الزيتون، الزيتون الاسود. الزيتون الكحل. صافي هادو هما المقادير، نعاودهم لكم حيت انا ديما خصني نضحك معاكم ونعطيكم الوصفه وانا بحال كنهضر مع نفسي. 3 القرنفلات، الا بغيتو تضاعفوا الكميه، يعني مثلا بغيتو تشاركيها مع اختك اولا مع صاحبتك، اولا بغيتي نتي تصوبيها دقه وحده وتخلي البودر عندك، فهادي كيبقى الاختيار ديالك فراشاتي الغزاله. كما قلت لكم كناخذوا 3 د القرنفلات، 3 ديال نواه التمر العظم ديال التمر، وواحد اللوزه مره غير وحده، والعظم ديال الزيتون. هادشي اللي كنحتاجو البنات في الوصفه. بالنسبه لهاد الوصفه هادي شحال من مره غديروها، كذلك امتى وقتاش غديروها، هاد التفاصيل كامله غنعطيها لكم ان شاء الله وحده بوحده. دابا غندي هاد الشي كامل خاصني نحرقو، ولكن البنات راه كنحرقو يعني ماشي ديك الساعات. مثلا اول حاجه ما كتحرقيهش نيشان منه الغاز، لا، كديريه في بابي الومنيوم، ياك ضروري كديريه في بابي الومنيوم وكتحطيه على البوطه ملي كتكوني كطيبي، يعني في نفس الوقت يعني كطيبي كتحطيه. الا ما كحالش لك العظومه هما الاولين كتبداي بيهم، يعني العظومه ديال الزيتون والعظومه ديال التمر. اما اللوزه والقرنفل راهم ساهلين دغيا غادي يتحرقوا لنا. فكناخذوا هاد العظومه هادو هما الاولين، كنديروهم كما قلت لكم في بابي الومنيوم وكنحطوهم يا اما في الفران الا كنتي كطيبي الخبز اولا هانتوما دابا ملي حرقتهم، يعني درتهم غير في هاد بابي الومنيوم بحال ما هكا. درت بعدا كما قلت لكم العظومه ديال التمر هما الاولين، وعاد من بعد درت ديك اللوزه والقرنفل. هانتوما نوريكم كيفاش ولاو بحال ما هكا، شفتوا يعني ولاو حموم. غناخدو شي حجره ولا مهراز، انا عندي مهراز غنديرهم بحال ما هكا في مهراز. لما يعني لما عندكش هذا المهراز ديريهم في اي حاجه، حجره ولا ساهلين باش يدركوا، ماشي حيت هما اصلا دابا راه خداو وقتهم، يعني خليتهم شحال وهما في العافيه. هانتوما صافي غادا ندبكم تيوليو على شكل بودر.
ولكن راه ضروري البنات اكدت عليكم ما ديروهمش يعني منهم هذا، منهم البوطه اولا منهم الغاز، لا من الاحسن بحال ما هكا. يعني ديروهم كما كتشوفوا في بابي الومنيوم، تخشيوهم في الفران اولا تخليوهم في هذا، تخليوهم يعني فوق البوطه وانتم كطيبوا ولا شي حاجه حتى كيتحمروا هكا. حيت داك الغاز وهذا يعني نيشان نعطيوه للحاجه ماشي صحي، وخصوصا حنا هاد الوصفه هذه بغيناها يعني للذات ديالنا، مثلا الحجبان الشفران، فهمتوا؟ يعني نحاولوا ما امكن البنات نخمو ونفكروا قبل ما نديروا اي حاجه. المهم انا غادا ندكهم ونكمل معكم الوصفه. انا دابا يلا بديت يعني يلا ضربت الضربه الاولى، هانتوما راه ساهلين، يعني دغيا غادي ندقوا ليكم. سهله 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 صراحه الوصفه، ولكن الفوائد ديالها كثارين بزاف وغتنفعكم. خصوصا يعني البنات اللي كنديروا الميكاب بزاف اولا كنديروا الماسكارا بزاف، شفارنا كيبداو يقلالو، والبنات اللي ما كيبغيوش يعني يركبوا هذا الرموش، كيبغيو الرموش بحال هكا طبيعيه، فنحاولوا ما امكن نديروا هذه الوصفه هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم. راها جد فعاله وكتعطي واحد شنو نقول لكم، يعني غزاله غزاله تتجربوها وديك الساعه تردوا عليا الخبار. انا غنكملهم في الدقان، بغيت غير نوريكم السهوله ديالهم وديك الساعات نكملوا لا فيديو ديالنا مع بعضياتنا بما يخص الوصفه الاولى. صافي هنايا هانتوما كما كتشوفوا راني دقيتهم، يعني ولاو عندي على شكل بودر هكذا، شفتوا؟ هذا هو القوام اللي انا بغيت، وهذا هو القوام اللي خاصنا نوصلوا ليه. هانتوما كما كتشوفوا بحال ما هكا، شفتوا؟ يعني راه ساهل. نشوفوا الكميه اللي عطاوني، يعني حاجه قليله، شوفوا الكميه اللي عطاوني. صافي كنجيب بحال ما هكا مقيله، تكون عندكم شي مقيله صغيره ولا اي حاجه، كنكبوا فيها هاد الخليط ديالنا اللي حصلنا عليه بحال ما هكا. بقى حاصله ليا شي حاجه خصني نجبدها، ها نتوما. وغندير عليها هذا سميتو الزيت ديال كما قلت لكم، يا اما زيت الخروع اولا زيت ارغان. انا عندي مخلطاهم بجوج بيهم، غندير منهم واحد تقريبا واحد معلقه صغيره، ضروري معلقه صغيره غنديرها هنايا مع هذا الخليط هذا. يعني ضروري البنات وحده من هاد جوج كديروها. انا غندير كما قلت لكم واحد المعلقه صغيره من هما مخلطين، انا عندي مخلطين صافي. وغادا ندير واحد معلقه صغيره ديال الماء، اييه سمعوني مزيان البنات، غنزيدوا معلقه صغيره ديال الماء هكذا. غنديروا معلقه صغيره ديال الماء يكون غير بارد ماشي طايب صافي. وغنحركوا هادشي مزيان بحال كيب عود اولا بمعلقه اولا باللي عندك انتي. انا قريب ليا العود، غنحركو مزيان مزيان. وغادا نديرو على عافيه تكون مهيله مهيله مهيله، يعني ميته البوطه. غنخليه تقريبا واحد 8 دقائق ونطفي عليه. وغادا نكون حصلت على ولكن غنغطيو المقله باش هذوك الزيوت الاساسيه اللي غادي نستخلصوا من نواه التمر ومن هذاك القرنفل ومن يعني دوك الزيوت الاساسيه اللي حنا زيوت ثابته اللي حنا بغينا نخدموا بها، خصنا ما نضيعوهاش. يعني راه عطيتكم شي حاجه يا للياتي، شي حاجه يعني اللي كيعرفوها غير الناس الكبار. المهم ها انتم البنات كما وريتكم، ها انتم خليتها حتى الغد ليه. وشوفوا ديك الزويته اللي بقات، ها هي اللي غناخذ وغنعمرها في هذه المسكاره ديالي. ها هي اللي سبق وغسلتها وشاركتها معكم. المهم اي مسكاره عندكم نتوما خاويه ديروها وتبعوها، تبعوا الطريقه اللي عطيتكم. الصراحه فنه 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 وغزاله.